ساعات كتير جدا بسأل نفسي وأقول هو ربنا صابر علينا لحد دلوقتي ليه؟ ليه ما عملش زي ما عمل في سدوم وعمورة ونزل نار تحرقنا؟ ليه ما نزلش الطوفان؟ وكانت دايما بتبقى الإجابة إن رحمة ربنا واسعة أوي رغم الشرور الصعبة اللي احنا بنعملها. لما تسمع معايا القصة دي هتعرف ليه أنا سألت نفسي السؤال ده، ويمكن أنت كمان تسأله. ليه ربنا صابر علينا لحد دلوقتي؟ الحكاية بتبتدي من شاب من المنوفية اتجوز واحدة من القاهرة عرفي، وبعد مدة سابها وجاب منها الطفلة سما. الأم أخدت سما وراحت له المنوفية، قالت له دي بنتك وأنا مش هعرف أربيها وشيلتك وتشيلها. الولد عايش مع أبوه، اتجوز واحدة تانية عشان تربي له سما وتلاقي حد تخدمه وتخدم أبوه. لكن للأسف الست اللي اتجوزها ما بقتش الأم الحنونة اللي ممكن تخاف على الضنا، ولا الجد كان زي ما احنا متخيلين ان أعز الولد ولد الولد. الكارثة والفجعة الكبيرة جدا ان كان الجد بيمارس مع الطفلة الصغيرة سما الفحشاء والاغتصاب. لدرجة ان البنت عايشة في رعب وفي خوف وكانت بتتبول على نفسها، فكانت الام بدورها تعاقبها على الفعل الشنيع ده وكانت تلسعها بالنار. الطفلة سما عاشت ال3 سنين في حياتها أبشع 3 سنين، وكأنها مش موجودة في دنيا، كأنها عايشة في جهنم ما بين أب جاحد وجد مريض وأم ما أصبحتش الأم البديلة. العيلة دي انتزع من قلوبها حاجة اسمها الرحمة. عاملوا الطفلة بأبشع أنواع المعاملة، ومن كتر العذاب الطفلة اتوفت. الجد حب ان هو يداري الموضوع وياخد البنت ويدفنها من غير ولا كلمة، زي ما جت في الدنيا سكات تروح عن الدنيا في سكات. ترابي بيسأله ايه اللي حصل، قال له البنت وقعت من على السلم ماتت. طب فين تصريح الدفن؟ مفيش. طب فين ورقة الميلاد؟ مفيش. ترابي شك ان في حاجة غلط. اتصل بالنجدة والنجدة جت وكشفت كل حاجة. عرفت قد ايه ان هم كانوا بيغتصبوها، عرفت قد ايه ان هم كانوا بيعذبوها، عرف قد ايه ان البنت دي اتظلمت قوي وعايشة مع أسرة ما تستحقش ان هم يعيشوا بينا. حدث فج في المنوفية. سما ماتت بس لسه حقها موجود، وإن شاء الله الجهات الأمنية تجيب حق الطفلة. عرفت بقى إن ربنا صابر علينا قوي ومن رحمته رحمنا، لكن إحنا نستحق عذابه ونستحق إن الطوفان ينزل ونستحق إن النار اللي حصلت في سدوم وعمورة تنزل. من رحمة ربنا ساكت عنا.